علم ابنك انه من الادب والبر يرتب سريره، ولو بيجيب حاجة من دولابه ما يكركبهوش وراه، ولو لقى حاجة وقع على الارض يشيلها ويحطها مكانها، ويعلق هدومه على الشماعة ويغرف الاكل لنفسه وما ينفخش فيه، ويشيله بعد ما يخلص اكل، ويشرب بس من غير صوت، ويغطي الاكل لو لقاه مكشوف، ويطفي انوار الصالة والبلكونات وقت النوم، ويبقى قد المسؤولية يأكد على باب الشقة انه مقفول. ولو بياكل مع حد والاكل هيخلص، ابنك ما يكونش صاحب اخر لقمة تتاكل، ويحترم اخته وما يتعاملش معاها انها فرض عليها انها تخدمه. ولو راجع متأخر ما يرزعش باب الشقة جامد ولا يدبدب برجله علشان ما يزعجش حد، ويرد من اول مرة يتنده عليه فيها، ويروح للي بينادي عليه لانه اكيد عايز منه حاجة، يعني ما يقولش نعم ويفضل قاعد في مكانه. ولازم ما تعرضش امه ولا تكسر لها قرار خدته معاه علشان ما تضعفش شخصيتها قصاده، وما يعمل لهاش حساب، وما يهزرش وقت الجد وما يبقاش جد وقت الهزار، ويرد على الموبايل من اول رنة خصوصا لو البيت اللي بيتصل، وما يقفلش من غير ما يقول سلام ويبقى اخر واحد يقفل السكة، وما يمددش رجله وابوه قاعد غير لما يستأذنه. اعجنه بالاصول وازرع جواه كل اللي اهلك زرعوه فيه.